منهجها وطريقتها التي رسمتها واختطتها لنفسها وأتباعها، لأنها تعتقد كل جماعة من هذه الجماعات أن الحق معها وأن منهجها هو الصواب، وأنا أريد أن أنضم مع أهل الحق منهم، فبأي جماعة يا سماحة الشيخ تنصحني أن أنضم وأنتمي إليها؟ وكذلك أريد منكم أن تذكروا لنا علماء الجماعة التي تنصحوننا بالانضمام والانتماء إليها. في أي بلد؟ نعم. في أي بلد؟ أنا؟ إيه؟ أسكن في أي بلد؟ إيه؟ ولا الآن أكلم؟ الطائف؟ لا، الكلام إيه؟ كلمة من الأرطاوية. الأرطاوية؟ نعم. على كل حال تقيد بجماعة معينة ما يصلح، لا يجوز. نعم. أول الإنسان يتقيد بالشرع، نعم. قال الله قال الرسول، يتقيد بالكتاب والسنة. نعم. لكن أحسن الجماعات اليوم السلفيون وأنصار السنة. نعم. منتسبين لطريقة السلف الصالح. نعم. ومثل أنصار السنة في مصر وأنصار السنة في السودان. وأشباههم من يتعلق بالسنة ويعظمها. نعم. يعني يتعلق بالكتاب والسنة. نعم. سواء سموهم أنصار السنة أو سموهم سلفيين أو ما سموهم شيء. المهم أن يكون همهم التعلق بالكتاب والسنة. نعم. تحكيمهما والحرص على العمل بهما. نعم. أما مجرد يكون يتحزب لقاء الجماعة يرضى لرضاها ويرضى بغضبها مطلقا، هذا ما يصلح. نعم. لابد من تحكيم الدائرة إلا الشرعية. نعم. يكون عنده بصيرة ويسأل عما أشكل عليه ولا ينضم إلى هؤلاء ولا بإمام كلي، بل ينضم معهم في الحق والخير والهدى. أما الإخوان المسلمون أو جماعة التبليغ لا، هؤلاء عندهم بعض الأخطاء. لكن مثل السلفيين يعتنون بالكتاب والسنة وينصر السنة في الجهات المعروفة. الحاصل شوف الإخوان اللي يعتنون بالقرآن والحديث خليك معهم، اللي يعتنون بالقرآن والحديث خليك مع هؤلاء، تبحث معهم، تدرس معهم، تبحث الأثر معهم، تسأل العلم ما أشكل عليه. يعني يا شيخ انضم إلى يعني منهج السلفية. نعم. 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 انضم إلى يعني منهج السلفية. أصحاب النبي وأتباعهم بإحسان. طيب. هذا السلفي. نعم. طيب يا شيخ ممكن توجه لنا يعني أسماء علماء يعني السلفيين الذين يعني نشارك معهم في يعني التكاتف والتعاون على إحياء منهج السلف الصالح. إذا أشاركوا شيء. نعم. يقول لا تكتبوا الشيخ محمد الجميل، صاحب الفوزان، تولوا الأيام، تاجم الشيخ، جماعة كثيرة آخرين. إخوان لهم فيهم بركة إن شاء الله. جزاك الله خير يا شيخ. أثابك الله يا شيخ. السلام عليكم.